قومي بقى عشان انا قاعد. طب استنى طيب خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم المتجددة مملكة محمد وأمينة. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. طبعا يا جماعة أول حاجة تصلوا على النبي وتدعوا لي دعوة حلوة كده ان ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. انا مش حامل لسه يا حبايبي، ربنا ما كرمنيش، بس انا كنت النهارده عند الدكتور وحابة اشارككم واقول لكم الدكتور قال لي ايه. ويعني عشان الكومنتات الكتير اللي بتتكتب امينه حامل، امينه وشها شكله حامل، مش عارفه ايه، لا يا جماعه انا حابه اقول لكم ان انا النهارده كنت عند الدكتور وطلب مني اشاعه وتحاليل. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، والحمد لله انا عملتهم. والدكتور طمني جدا عليا انا ومحمد. محمد ما عندوش حاجه الحمد لله، وانا كمان ما عنديش حاجه الحمد لله، بس الدكتور قال لي مساله وقت واداني حبه علاج بسيط كده اللي انتوا طبعا عارفينه، اللي هو زي يعني فيتامينات حاجات زي كده يعني. وان شاء الله يعني ايه خير، يعني ان شاء الله بشارككم بخبر الحمل قريب باذن الله. بس النهارده بقى يا جماعه انا كنت في السوق فعديت على على المختبر اللي هو بتاع التحاليل وخدت منه التحاليل، بس محمد ما يعرفش ان انا خدته، وانا يعني حبيت ان انا اطمن وايه، يعني المفروض اطمنه بس انا مش هطمنه، انا هعمل فيه مقلب يطلع من دماغه واشوف رد فعله بقى يا جماعه. هل هو ممكن يتخلى عني؟ هل هو ممكن يسيبني لو انا قلت له كده؟ هو مقلب يعني، في ناس كتير هتقول لي الفال وحش يا امينه ما تعمليش، بس انا عايزه اشوف رد فعله. بص انا هعمل فيه المقلب ان التحاليل طلعت والاشاعه وحشين، وان بعد الشر يعني ان انا عندي حاجه وان انا مش هخلف وكده، وهقعد فتره طويله عمال بقى ايه ما اخلف، ونشوف رد فعله هيبقى محمد ايه. انا اتوقع رد فعله ان هو اكيد يعني ايه هيتصدم كده شويه ويقعد ساكت مش هيتكلم يعني. وبصوا وبرضك مش عارفين، احنا هنشوف رد فعله مع بعض. انا دلوقتي هخبي الكاميرا ومش هشغلها غير لما الباشا يطلع، وانتظروا بقى معايا رد فعله وتوقعوا كده يا جماعه رد فعله هيبقى ايه. وقبل اي حاجه طبعا اللي ما حطش اللايك لو سمحت انزلوا حطوا اللايك، واهم حاجه صلوا على النبي في الكومنتات وادعوا لي بالذريه الصالحه. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. محمد جه ودخل عشان هو كان بيحلم، فدخل يستحمى وطالع. هوقف الكاميرا لحد ما يجي. حطوا اللايكات انتظروا. محمد ايه؟ خلص بقى وتعالى عشان عايزاك في حاجه مهمه. حاجه يعني ولا ايه؟ لا ليه؟ انت جبت التحاليل ولا ايه؟ ايوه يا ابني بقول لك عايزاك في حاجه مهمه. ماشي ما خلص. انت شايفاني لسه طالع من تحت؟ طب اخلص. انت شايفاني على الشطه جايب الكريم وبتاع في وشي. طب ما حاجه مهمه. طيب سرح. طيب في حاجه يعني ولا ايه؟ في حاجه ضروريه؟ ايوه طبعا حاجه مهمه. في ايه؟ طب ايه حصل ايه؟ ما حصلش حاجه يعني. انت عمال تقولي باين الصبح، انا مش فاهم وانا جاي من الشغل. جيت على الشغل على الحلاق، جيت على الشغل على الحلاق على طول. عملت ايه؟ بس انا جبتهم وكل حاجه ويعني الحمد لله. اهم حاجه يعني لو في حاجه او كده انت ممكن تفيدني او تتخلى عني. ليه؟ ما انت برضه قلت لي الكلمتين دول برضه الصبح. مش فاهم برضه ايه يعني ليه برضه؟ هو انا خدت عنك قبل كده؟ لا بس يعني ده موضوع كبير. ماشي، ايه اللي حصل طيب؟ بص يا محمد صلى على النبي. انا رحت خدت تحاليل. انت ممكن يعني تروح تتاكد بنفسك لو انت يعني مكدبني او كده. ايوه في ايه اللي حصل برضه؟ يعني هو الدكتور بيقول ان الحمل بالنسبه لي ضعيف، هتاخر مع علاج ولا يجيب نتيجه لا ما يجيبش اصلا. طب ازاي؟ طب ما انت ما قلتوش ان انا كنت حامل قبل كده وسقطت وانا سقطت مرتين؟ قلت له قال لي حتى يعني لو حصل حمل تاني ممكن يبقى في سقط تاني. يقول لي انت يعني ممكن اصلا ما يحصلش حمل تاني. بيقول لي انت ما ينفعش يعني غلط على صحتك ان انت اصلا تحملي تاني وكده. بيقول لي ما تفكريش في الموضوع خالص. طب يا ستي عادي برضه، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله برضه. نقول الحمد لله. احنا بقالنا سنتين اهو.
ايوه يا محمد بقالنا سنتين، بس انا عايزه برضه يبقى عندي عيال. يا ستي ماشي، ما وانت في ذنبك ايه؟ انت ما عندكش حاجه، انت ذنبك ايه؟ انت كده تشيل ذنب ليه؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ انت عايزاني اتجوز مثلا؟ والله دي حاجه وبراحتك، ما انا قلت لك هو قلت لك انت من الاول ان انت تتخلى اصلا عني. ليه يا ماما؟ انا قلت لك اتجوز ولا عايز حد؟ لا انت، طب انا بقالنا سنتين اهو، ولو قعدنا 20 سنه ان شاء الله لا بس نفضل مع الناس بعض. بتتكلم كتير، والناس بتقول ان كلهم يعني ان انا لسه ما خلفتش واني. طب ما الناس بتضايقني بالكلام وانا ما بتضايقش بالكلام. ماشي، بس انت ايه ذنبك يا محمد؟ طب ماشي، طب ما عادي برضه ما فيهاش لا حاجة. ما انت مش هتستحمل، انت لو هتستحمل يوم مش هتستحمل 10. يا ستي قولي الحمد لله، وزي ما احنا هما قاعدين برضه، وان شاء الله كل تاخيره وفيها خيره، وما تعرفيش ايه اللي جاي، اللي جاي احسن. وكلام الدكتور. يا ستي ماشي، ماله كلام الدكتور؟ طب ما برضه اول لما جيتي قال لك هتحملي على طول، وحملنا والحمد لله ما كانش في حاجه برضه. ماشي، ما هو دلوقتي بيقول كلام غير اللي هو بيقول الاول. انا بقول لك بقول الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. احنا بقالنا كتير اهو صابرين، فعادي. ماشي يا محمد، بس انت مالكش ذنب ان انت تستحمل كل ده. طب انت يعني عايزاني اتجوز بغصب؟ مش لا يا تتجوز ستي. يعني، عايزاك ان انت يعني مش ذنبك ان انت تستحمل، ولا ذنبك مثلا ان انت تفكر كتير، ولا ذنبك ان انت مثلا يعني حد يقول لك كلمه ملهاش لازمه وانت ما عندكش حاجه. اسمعيني بس كده وحيد الله. انا عارفه ان انت مثلا هتزعل وتتضايق لو تشوف عيال حد وانت لسه عيالك ما جاتش. يا ستي لا، انا مش بتضايق ليه، ده دي قدرة ربنا، وانا عندي حاجة اسمها كل وقت له اذان، وربنا لسه ما اذنناش ان احنا لسه ايه، ما كتبلناش ان احنا مثلا يعني اللي احنا تتخلفوا يبقى يبقى اب لسه. هتيجي في يوم وتعايرني بقى ليه وانا وتقول طب اقول لك حاجة، لا. هو انا عيلتي قبل كده؟ انا عارفه ان انت مش هتستحمل يا محمد. امينه، انت جاي، انا لسه جاي من الشغل وتعبان وجاي من عند الحلاق، خلصت. فانت ماشي، قلنا خلاص مش عملتيه، خلاص هنكشف وتابع عند الدكتور، مش اداكي علاج ولا ما اداكيش؟ تاني، بس المشكله ان بيقول الحمل ضعيف. طب ماشي، هقول لك حاجه، هو انت تعرفي هو الدكتور ده يعني استغفر الله العظيم مثلا ده ربنا؟ لا، ده حاجه، دي مش، ده مش ربنا مثلا، عشان ده مش كلامه مصدق، ما تاخديش بكلام الدكاتره، ان كلام لا يا محمد، الدكاتره. انت بتقول كده عشان انت تطمني وما بقاش زعلانه، بس انا عارفاك ان انت زعلان. لا انا زعلان من جوايا طبعا، ما مين قال لك مش زعلان؟ طيب انت ايه ذنبك تستحمل كل ده عشان انا اللي تعبانه؟ لا ما احنا ان شاء الله، اما انا بقول لك انت بتاخدي الكلام ليه؟ بقول لك ان شاء الله ربنا يكرمنا وواحده واحده مع بعض، وان شاء الله يعني. انا اصلا نفسيتي تعبانه من الموضوع ده، وزهقت من كل شويه التعليقات السلبيه والكلام السلبي، وكل شويه حد يقول لك انت ليه ما حملتيش، انت ليه ما عملتيش. كنت استحميت؟ ده أنا افتكرتك مسكت وشي. استحميت. لا انا تغسل وشي كده من الكريم. يا ستي بصي انا عايزك تسمعيني، والله العظيم يا امين، والله العظيم. زي ما بقول لك كل وقت له اذان، واحنا لسه ربنا ما كرمناش، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويعني تبقى كده فتحة خير علينا، وكل تأخيرة فيها خيرة، ما تزعليش وما تتضايقيش، وإن شاء الله إيه فرفشي كده ونعيش ويعمل لنا الأكل، وما تشغليش دماغك بالموضوع، وإن شاء الله إيه اللي جاي أحسن. يعني انت مش هتزعل لو مثلا ما حصلش حمل السنه دي كمان؟ وعد مني يا أمين عمري ما هزعل، طول ما بس إحنا مع انت بعض ما إن شاء يعني الله ربنا. مالكش ذنب وكده. يا ستي طول ما أنا وأنت مع بعض مش عايز أعمل طول. ماشي. ماشي؟ ممكن تطلعي لنا هدوم عشان أنا استحمى، وتعملي لنا أكل عشان أنا جاي واقع من الدور ال90، وخلاص نفرفش بقى ونعرش، ما تزعلي معايا. طب استنى طيب، خليك قاعد اقول لك على حاجه. ايه تاني؟ ما انا قلت لك خلاص يعني. لا اقول لك طيب، انت شكلك متضايق. لا مش متضايق والله. والله شكلك متضايق. والله انا متضايق. طب اقعد طيب. خلاص بقى، والله انا ما جعان فيش بقى. حاجه، ما فيش حاجه بالصوت طيب. انت شكلك متضايق بسبب الموضوع يعني؟ ايه اللي هيضايقني؟ مش متضايق لا مش متضايق ولا والله. متعصب ولا اي حاجه. ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي مبسوطه حاجه ولا خالص؟ يا اختي يا اختي يا اختي. ايه يا موافق. الدكتور طمني، قال ان انا ما عنديش حاجه خالص، وانت ما عندكش حاجه خالص، وان الحمل هيجي حاجه بتاعت ربنا. يعني تاخديني وشي مثلا ولا ايه؟ لا هو ده الحقيقي، لكن اللي انا كنت بقوله لك ده كده. انت ما كنت خلفه يا ماما ولا ايه؟ كده؟ يعني انت جايبه خلاني وانا عمال احكي لك في قصه عبوسه وتولى. ايه ده في ايه؟ لا والله انت حضرتك كويسه، انا قلت اوقع قلبك يعني. يعني طمني. ونفرفش حبايبنا، بص للكاميرا كده. كاميرا ايه؟ انا بعمل فيك مقلب. صدقني انت والله العظيم. ينفع كده؟ خدتني واحده كده على السخان
بس وقعت قلبك يا محمد. والله بعد العظيم الشر علينا يا جماعه. يعني الحمد لله. بس يعني طمنك، قال لك ايه؟ ما موتيش والله بقى العظيم ما معانا، قاليش موتيش حاجه، قال لي قال لك إيه؟ عادي، قال لي عادي خالص. هو بس لو حصل حمل يعني هتاخدي مثبتات كتير وهتعملي عمليه الربط بس. لكن هو ما قاليش اي حاجه تانية. قال لي ان انت ما عندكيش حاجه، وان برضه ان انت ما عندكش حاجه. انا عارف. يعني قال ما فيش اي حاجه. الحمد لله. دي حاجه بتاعت ربنا، قال مساله وقت. ادعوا لنا بقى يا جماعه بالذريه الصالحه. بصوا بقى يا جماعه، بالله عليكم كده، زي ما امينه عملت فيها المقلب وانا شربته زي الجردل. بس ادعوا لنا بجد بالله يا عليكم. محمد، عايزاك تقول قدام الجمهور المقلب دخل عليك واقعي. الصراحه دخل عليا وانا زعلت الصراحه، يعني انا زعلت. دي حقيقه، يعني مين ما يفسد. طب امال ليه قعدت تقول لي مفيش حاجه وتزعل؟ يعني انا بذمتك اروح اكسر بخاطرها واقول لها الحكايه والروايه؟ لا عادي، ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وكل تاخيره وفيها خير. الحمد لله على كل حاجه. ونقول الحمد لله، وكل حبايبنا يدعوا لنا في الكومنتات بالله عليكم، اللي بيحبنا يدعي لنا. الذريه الصالحه عشان الذرية الدكتور الصالحة. قال دي مساله وقت، مسألة بتاعت وقت. ربنا، احنا ما عندناش حاجه. ما عندناش حاجه، يعني احنا ما عندناش حاجه ولا انا ولا هي. الحمد لله. بس دي مساله وقت، وان شاء الله ربنا يكرم، واللي بيحبنا يكتب لنا كومنتات حلوه ويدعوا لنا بالذريه الصالحه. كده قال لك الدكتور مش حامل صح؟ لا مش عشان الناس بتقعد تكتب في الكومنتات كده. ادعوا لي بقى. ادعوا لنا، احنا لسه مفيش. انا مش حامل، بس ادعوا لي بالذريه الصالحه ان شاء الله، ربنا ينعم عليا بيها. ممكن يكرمنا الشهر ده، وكل الشهر واحد الجاي. يا رب نفسه في الذريه الصالحه ينعم عليه بيها. يعني يدعوا لي ويدعوا لنفسهم برضك، ربنا يرزق الناس يا كلها. رب. وعايز اقول لكم حاجه، اول ناس طبعا هتكونوا عارفين بالخبر، أكيد يعني مش اول ناس عشان ما بقاش كداب. تاني ناس طبعا هتكونوا انتوا، ان طبعا اهلها يبقوا عارفين طبعا واهلها، وبعد كده هنعرفكم ان انتوا جمهورنا طبعا، وانتوا اغلى حاجه في حياتنا، وعايزين نشكركم. وبقى عايز اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. باي باي.